منذ آلاف السنين تم اكتشاف لغز غامض حير العلماء وحتى الناس. لا أحد يدري السبب، أم أن أفكار وأكاذيب مغلوطة تداولها الناس. مثلث برمودا أو عرش الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. تتعدد القصص والأقاويل، لكن المتداول عليها أن إبليس من الجن، وتحديدا الجن الذين كانوا يعيشون الأرض قبل الإنسان، ونشروا فيها الفساد والظلم، حتى بعث الله سبحانه وتعالى إليهم الملائكة ليطردوهم إلى الجبال والبحار، إلا جني واحد اسمه عزازيل كان يؤمن بالله تعالى ويخاف الله، ليأمر الله عز وجل الملائكة إلى الأرض ويجلبوا معهم التراب ليخلق آدم بقبضته. فبقي جسد آدم بلا روح لمدة 40 سنة كاملة. عزازيل أصبح ينظر إلى آدم بكل حقد وكراهية. تمر 40 سنة ليقول الله لهم: إذا نفخت في آدم الروح فاسجدوا له. يسجد كل الملائكة إلا إبليس أبى واستكبر، فأمره الله بالنزول إلى الأرض، لأن السماء ليست مكانا للمتكبرين. لينزل بعدها آدم إلى الأرض مع حواء بعد أن وسوس لهم الشيطان بالأكل من الشجرة المحرمة، أو كما يقال أنها شجرة الزقوم. ليس هذا هو موضوعنا في برنامج أسرار مع عادل. تختلف المصادر وتبقى الحقيقة غامضة، والعلم كله لله سبحانه وتعالى. أين نزل إبليس؟ وأين وضع عرشه؟ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء. وهنا يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء أو المحيط أو البحر، وليست اليابسة. العديد من المؤلفات والروايات القديمة تؤكد على أن إبليس لما نزل على الأرض وضع نفسه في مجال تكبر، ورفض أن يكون على أرض اليابسة، لأن التراب خلق منه آدم، وبالتالي قرر إبليس أن يرحل إلى المحيطات والبحار. وهذا بحسب ما جاءت به العديد من المؤلفات القديمة والإسرائيليات. مثلث برمودا أو مثلث الشيطان، هل تعرفونه؟ وهل هو حقيقة أم خرافة تداولتها المؤلفات القديمة فقط؟ مثلث برمودا هو مثلث وهمي رسمه العلماء فقط. مثلث برمودا يقع بين مدينة بورتوريكو فلوريدا الأمريكية وجزر برمودا البريطانية. أول حالات اختفاء نشرتها صحيفة أسوشيتد بريس في 16 سبتمبر 1950. أما عن أشهر رحلة اختفاء كانت الرحلة 19، لكن الغريب في الأمر أنه تم فحص هذه المكانة ولم يجدوا أي حطام. غريب. لا يمكنني أن أقول أو أحسم الجدال بأن مثلث برمودا هو عرش الشيطان، لأن الحقيقة تبقى غامضة، والله أعلم. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد الأول من برنامج أسرار مع عادل، الذي يأتيكم كل سبت بمواضيع شيقة. يمكنكم مشاهدة المزيد من الوثائقيات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على الانستغرام، التويتر والتيك توك واليوتيوب. شكرا لكم. سلام.